احنا من وقت للتاني لازم نأكد لبعض ان مفيش حاجة اسمها تعميم. احنا لما بنحكي عن حاجة ولما بنقول كلمة كل بنقولها مجازا، لكن مفيش حاجة اسمها ان كل الناس بتحس نفس الحاجة او كل الناس عندها نفس المشاعر. فانا من موقعي هذا بصراحة بعتذر عن اي سهو او خطأ او اي حاجة اتقالت فان تكون وكانت فهم منها ان الكلام ده مقصود بيه كل الناس. اكيد ده ما كانش خالص المقصود. يمكن انا بعتبر ان اللي بيتابع ان تكون بشكل دوري يعني هو فاهم شويه الفورمات وفاهم شويه طبيعه الحكي في البرنامج وطبيعه الكلام اللي ما ينفعش خالص نجتزئه من مجموعه فيديوهات بتتعمل بقالها اكتر من سنه. لكن لو ده حصل ووصل لاي انسان حاجه كده فيها تعميم وحكم مطلق، فانا بعتذر عن ده تماما. واتمنى ان الكلام ده برضو يكون دعوه لاي حد حتى وهو بيكتب بوست على فيسبوك او بيتعامل مع حد في الشغل وبيتكلم من منطلق ان حكمه ده حكم فيه تعميم تام. بالتالي كل التجارب الانسانيه اثبتت ان مفيش حاجه اطلاقا اسمها ان كل الناس بتحس نفس الاحساس. يمكن مفيش مناسبه معينه تخليني اقول الكلام ده دلوقتي، بس في ادراك مهم جدا لمسؤوليه الكلام واثره وواقعه على اي حد بيسمعه. واتمنى ان الفيديو ده لو كان لمس عند حد في مجال شغله او في طريقه كلامه، فممكن جدا يعمله شير كده ويقول ان هو كمان ما يقصدش ابدا يعمم اي فكره، وان كلامه يقصد بيه فكره محدده كده مش في العموم اطلاقا.